يعني هذا رقم من الأرقام التي قرأتها عن المسلمين في تلك البلاد. يعني حينما نأتي إلى هذه المعلومات لا يستطيع الصينيون أن يقولوا أن الإسلام ابن البارحة، ثم أن قومية الأويغور في منطقة تركستان أقدم من الصينيين، فهي منطقة تركية أويغورية ليس للصين علاقة فيها إطلاقا، فهو احتلال بكل معنى الكلمة. كيف تم تقسيم تركستان الدكتور؟ طبعا يعني قلنا نحن الأرقام حول مساحة تركستان الشرقية تتفاوت، بعضها يرفعها إلى 1,710,000 كيلومتر و745 كيلومتر مربع. هذه المنطقة طبعا منها الجبال، منها المدن، منها القرى، منها الصحارى. كل هذه المناطق بقيت عبارة مسكونة في هؤلاء الناس. وبعد ذلك بالنسبة للتقسيم جاء في وقت لاحق، لم يكن هنالك تقسيم، وإنما كانت تسمى قرخند. هذه المناطق سابقا لم تكن تسمى تركستان، كانت تسمى، وكلمة قرى عبارة عن كلمة أسود. بقيت هذه المناطق حرة حتى وقعت تحت الاحتلال الصيني في سنة 1876. 1876. يعني في سنة 1876 هنا تلاحظ أن الخلافة الإسلامية العثمانية أصبحت ضعيفة. سبب الضعف هو التكتل الثلاثي، العدوان الثلاثي الأوروبي الروسي الفارسي الصفوي الإيراني. فنتيجة تكاتف هؤلاء الأعداء الثلاثة ضد الخلافة الإسلامية العثمانية أحدث ضعفا بالنسبة للمسلمين في كافة أنحاء العالم. الصين لولا هذا الضعف الذي أحاق بالخلافة الإسلامية العثمانية لا تستطيع احتلال تركستان، لأن الدولة العثمانية ستتصدى لها. لكن في ذلك الوقت الأعداء من الجهات الثلاثة، الضغط في أوروبا. وتلاحظ أنت في سنة 1860 هنالك قيام الثورات ضد الدولة العثمانية في اليونان، في لبنان، تم تحريك كافة الأقليات غير المسلمة ضد الدولة العثمانية لكي تشتغل بالداخل، بالإضافة للضغوط على الحدود. في هذا الوقت بعد 1860 الصين يعني خللها الجو، فانقضت على منطقة تركستان الشرقي في سنة 1876، ثم أعلنت ضمها. بالبداية ليس ضم، بداية احتلال، لكن أعلنت ضمها في سنة 1884. إذن هذا وسمتها في ذلك الوقت سينكيانج، يعني معناها باللغة الصينية الأرض الجديدة أو المقاطعة الجديدة. وحين ذلك بدأت الحكومة المركزية الصينية إيفاد الأقليات من قطعان المستوطنين الصينيين إلى هذه المنطقة، حتى بلغ عددهم في سنة 1949 حوالي 200,000. يعني نجد في البداية، ثم ارتفع العدد إلى حوالي 10 ملايين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. هكذا يعني كان العمل بالنسبة لهم. كم هو عدد سكان تركستان حاليا؟ أولا الأرقام المعلنة غير صحيحة. لا، مش فقط المسلمين، كل السكان. كل السكان أكثر من 30 مليون. نعم. أكثر من 30 مليون. عدد المسلمين ما زال أكثر من غير المسلمين في هذه البلاد حتى الآن. يعني بالنسبة أصلا يعني المسلمون في تركستان عانوا على مر التاريخ من العدوان الصيني، ليس فقط في العصر الحديث، وإنما الصين كلما شعرت بنفسها أن لديها القوة فهي تحاول أن تتمدد على مناطق الجوار، وأحيانا تحتل. مثلا المغول في زمن جنكيز خان احتلوا بكين، وأصبحت الصين مستعمرة مغولية. طبعا في العصر الحديث اليابان احتلت الصين، الإنجليز احتلوا الصين.
إذا الصين إما أن تحتل وإما أن تحتل. نعم. دكتور، ما هو حاليا يعني هنالك نعم. فقرة بالنسبة يعني التسلسل التاريخي لكي لا يفوتنا، يعني نعم. نحن نوثق هوية هؤلاء الناس الذين مع الأسف الشديد الكثير من الناس يجهل تاريخ هذه المنطقة وما فيها، يجهل أصلا بوجودها. يعني المسلمون ظلوا في ظل أسرة تانغ الصينية، يعني في الصين تتعاقب أسر في الحكم، وبعد أن تنتهي الأسرة تأتي أسرة آخرة، فهنالك أسرة تانغ. هذه الأسرة انتهى حكمها تقريبا يعني في سنة 592 عفوا سنة 295 للهجرة، وهو 907 للميلاد. المسلمون كانوا أحرار في تلك المنطقة. تلتها أسرة سونغ. هذه الأسرة استمرت بعدها في الحكم، ثم أعقبتها أسرة يوان التي أسسها جنكيز خان المغولي. جنكيز خان أسس هذه الأسرة واستمرت في الحكم حتى سنة 770 هجري 1368 ميلادي. ثم جاءت أسرة مينغ التي ازدهر الإسلام في أيامها في عهد أسرة مينغ. وفي عموم الصين أصبح الإسلام له يعني حرية، والدعوة نشطت فيها، والمسلمون تمتعوا بحقوق كاملة، واستمر هذا الوضع من سنة 770 هجري حتى سنة 1054 هجري، ومن سنة 1368 ميلادي حتى سنة 1644. يعني فترة جيدة. لكن بعد ذلك جاءت إلى الحكم أسرة تسونغ المنشورية، فاستمرت في الحكم حتى سنة 1329 هجري 1911 ميلادي، يعني دخلنا في القرن العشرين. فترة هذه الأسرة كانت سيئة للغاية بحق المسلمين، سواء في تركستان أو في الصين، في عموم الصين. لذ باعتبار هذه الأسرة ارتكبت في عهدها المجازر الجماعية للمسلمين، قتل، ولذلك قام المسلمون بثورات. من الثورات المشهورة التي قامت ضد الصينيين في ثورة لانشو التي قامت في سنة 1196 هجري 1781. يعني هذا تاريخ نضالي ليس ابن البارحة. ثم قامت في شيفانو وشانسي أيضا ثورة في سنة 1279 هجري 1862 ميلادي. إذن وبعد ذلك نجد أن هبات من الثورات حصلت في يونان في سنة 1233 هجري 1241 ميلادي، ثم انفجرت ثورة يونانانغو. أنت تتكلم عن انتفاضات أو ثورات؟ معلش، ما هي يعني تاريخ طالما نحن ندخل فيه يعني نتابع فيها، بحيث إيش يعني هذه الثورات هي استمرار للتاريخ الذي أوصلنا إلى هذا الواقع الحالي. يعني المسلمون لم يخضعوا للدولة الصينية إطلاقا، وإنما كانوا يقومون بثورات، وهذه الثورات دائما تقمع بالحديد والنار ومن قبل أكثرية. يعني مهما كان لديك 100 مليون مسلم في الصين، ولكن لديك 1.5 مليار من غير المسلمين، والقوة بيد من غير المسلمين، أغلبية قوة الدولة والصناعة وكل شيء. ولذلك المسلم هو الجانب الضعيف المعتدى عليه في كافة الأزمنة. يعني هذه الثورات الحقيقة التي قامت، طبعا الدولة الصينية كيف قمعت هذه الثورات؟ قمعتها بواسطة الجيش، بواسطة المتطوعين، ولكن أيضا زرعت الفتنة بين المسلمين في تلك المناطق. يعني طبعا نحن نعلم يعني في كل مكان هنالك وجهاء، وهنالك طرق صوفية، وهنالك مذاهب أيضا. كل هذه الأمور استغلتها الصين لزرع الفتن بين المسلمين حتى تستطيع أن تقضي عليهم في ظل عدم وجود وحدة للمسلمين بشكل كامل. لو اتحد كافة المسلمين في الصين طبعا الوضع سيختلف. لكن الآن مثلا يذبح المسلم في تركستان الشرقية،
ولكن المسلم الموجود في المناطق الشرقية لا يتحرك، هو بعيد. تقصد المناطق الغربية؟ لا، بالنسبة لتركستان الشرقية هي غرب الصين. أنا أقول في مناطق الشرقية في الصين. نعم. نعم، في منطقة مثلا شنغهاي وهذه المناطق يوجد العديد من المسلمين. نعم. وحتى في بكين، ولكن أولئك طبعا على مسافة بعيدة، والضغط يوجه على هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة لماذا يبدي هؤلاء تعاطفا مع المسلمين في الإيغور مثلا؟ هم يتعاطفون لكن هم ضعفاء، يعني بالتالي مسلم موجود في بكين إذا تحرك فأمامه يتعاطفون بصمت. طبعا. ولكن لماذا الضغط على منطقة تركستان الشرقية؟ لأنها منطقة متماسكة، أولا فيها أكثرية مسلمة، ثانيا العرق الأكبر من المسلمين فيها هو الأويغور.